لحظة من اللحظات اللي التاريخ وقف قدامها مبهور ومرعوب من جبروت الطبيعة. اللحظة اللي قرر فيها الملك الفارسي قمبيز الثاني انه يتحدى الرمال والرياح وحتى غضب الآلهة بالنسبة لمعتقداتهم وقتها. فكان الرد قاسي لدرجة ان مفيش جندي واحد رجع يحكي اللي حصل معاهم. تخيل جيش طوله 50,000 مقاتل بسلاحهم وعتادهم وخيولهم دخلوا في منطقة بحر الرمال الأعظم بين مصر وليبيا، وكأنهم دخلوا في ثقب أسود بلعهم للأبد. مفيش حتى خوذة مصدية ولا سيف مكسور سابوه وراهم، وكأن الأرض انشقت وبلعتهم في صمت مريب. قمبيز كان فاكر إن مصر سهلة وإن رمالها مجرد طريق لفرسه، لكنه نسى إن الصحراء الغربية ليها قواعد تانية خالص، وإن اللي بيدخلها وهو مش عامل حساب الريح بيبقى مصيره إنه يتحول لشبح مدفون تحت جبال من الكثبان الرملية ما بيتحركش. فاحنا النهاردة هنرجع لآلاف السنين ورا عشان نكشف الستار عن الجيش المفقود، الجيش اللي ساب طيبة وهو ناوي يدمر معبد آمون في سيوة، بس انتهى بيه الحال انه بقى هو نفسه اثر محدش لاقيه لحد النهاردة في واحدة من اكبر الغاز العالم القديم والتاريخ العسكري. جاهز ندخل لقلب العاصفة ونشوف ازاي الغرور ممكن يحول جيش كامل لسر مدفون تحت الرمل، وايه الحكاية اللي حكاها هيرودوت وخلت عقول المؤرخين تلف حوالين نفسها من آلاف السنين. فيلا اضغط لايك وما تنساش تفعل الجرس. انا محمد سعد الله، ويلا بينا على الموسيون قصة. الحكاية بتبدأ لما الغرور بيعمل عين عن الحقيقة. قمبيز الثاني ابن كورش العظيم ملك الفرس كان لسه واخد مصر في جيبه سنة 525 قبل الميلاد، بس كان عنده مشكلة نفسية مع أي حد ما بيسجدش لعظمته ولا بيخاف من جبروته، فقرر إنه يكسر كبرياء المصريين في مقتل. قمبيز ما كانش ملك هادي أو بيفكر في السياسة بالعقل، ده كان بركان غضب ماشي على الأرض. ولما دخل مصر ما كانش عايز بس يحكمها كإقليم تابع للإمبراطورية الفارسية، بل كان عايز يكسر روحها وعقيدتها اللي صمدت آلاف السنين. فالقصة بدأت لما وصلت لمسامعه أخبار إن كهنة آمون في واحد سيوة بيقولوا كلام مش تمام في حقه، وإنهم بيتنبأوا بنهايته المأساوية وقرب زوال ملكه. وده بالنسبة لملك نرجسي زي قمبيز كان حكم بالإعدام على الكهنة والواحة والمعبد على اللي فيه. الملك الفارسي بعت رسل لسيوة عشان يطلب الولاء ويشوف رد فعل الكهنة، بس الرد جاله زي الألم على الوش. الكهنة رفضوا الركوع لملك أجنبي وقالوا إن آمون مش راضي عن تدنيسه للمعابد المصرية وسخريته من العادات والتقاليد الفرعونية القديمة. هنا قمبيز ما كانش بيصدق في اللعنات ولا في الآلهة اللي بيعبدها المصريين القدامى، كان بيصدق في قوة السيف والجيش اللي بيرعب الدنيا وبس. قرر ياخد قرار وصفه كل المؤرخين بعد كده بالجنون المحض والانتحار العسكري الواعي. وهو في مدينة طيبة اللي هي مدينة الأقصر حاليا، وسط عظمة المعابد والآثار أمر بتجهيز جيش ضخم قوامه 50,000 جندي من نخبة المقاتلين الفرس واليونانيين المرتزقة، وكلهم من اللي شربوا نار المعارك في كل حتة في العالم القديم. المهمة كانت واضحة وصريحة ومفيش فيها نقاش: اخرجوا من هنا، روحوا لواحد سيوة، احرقوا معبد آمون، واسبوا الكهنة اللي تجرأوا عليه، وساووا المكان بالأرض عشان الكل يعرف مين هو سيد الأرض الفارسية. القادة بتوعه رغم شجاعتهم كانوا مرعوبين في سرهم كده، مش خوفا من الكهنة أو المعابد، لا، لكن خوفا من الطريق نفسه، لأن سيوة بتبعد عن طيبة مئات الكيلومترات في قلب صحراء ما بيعيش فيها غير الصبار، وطريقها مجهول وغدار. لكن قمبيز ما كانش بيسمع لنصيحة حد، كان شايف ان جيشه اللي داس على منف وطيبة وكسر أسوار المدن العظيمة يقدر يدوس على شوية رمل في الصحراء.
وكان فاكر ان الخريطة مجرد خطوط سهلة هيقطعها في كام يوم. الجنود الفرس بدأوا الاستعداد، لبسوا دروعهم البرونزية الثقيلة وشالوا سيوفهم ورماحهم، وجهزوا مئات الجمال اللي كانت محملة بالأكل والمية والخيام، في مشهد مهيب يخلي أي حد يبص لهم بهيبة ويرتعش من الهيبة دي والقوة. تحرك الجيش من طيبة وهم بيغنوا أناشيد النصر وبيدقوا الطبول وكأنهم رايحين نزهة أو رحلة صيد، مش رايحين في حضن الموت المجهول. وكان الغبار اللي بيطلعه الجيش وراه وهو ماشي كفيل إنه يغطي الشمس في عز الظهر. قمبيز وقف يراقب جيشه وهو بيبعد في الأفق من فوق أسوار طيبة، وكان واثق ومطمن إن خلال أيام قليلة هيجيله رسول بيجري يبشره بسقوط سيوة، وبإن معبد آمون بقى كومة من الرمال تحت رجلين جنوده. المصريين وقتها كانوا واقفين بيراقبوا المشهد ده بصمت مريب ونظرات مليانة شماتة بيحاولوا يداروها. كانوا عارفين ان الصحراء دي مصرية بجد، وانها ما بترحبش بالغرباء اللي داخلين بنية شر وتحدي للطبيعة. الجيش مشى لمدة 7 أيام بلياليهم في طريق وعر جدا. الشمس كانت بتاكل في جلودهم لحد ما وصلوا لواحة اسمها واحة الخرجة أو واحة العظماء زي ما سماها هيرودوت في كتاباته. وهنا كانت آخر مرة يشوفوا فيها مية جارية وزرع أخضر في واحة الخرجة. الجنود شربوا وملوا قرب المية بتاعتهم وارتاحوا من عناء الطريق الأول، وما كانوش عارفين إن دي آخر نقطة في العالم المتحضر هيلمسوها برجليهم، وإن اللي جاي هو الجحيم اللي ملوش آخر. القائد الفارسي أعطى أمر بالتحرك شمالا وغربا في اتجاه بحر الرمال الأعظم، المكان اللي الأرض فيه بتتحرك والشمس فيه بتبخر العقل جوه جمجمته. ومن اللحظة دي بدأت الأسطورة تتكتب بالدموع والدم والرمل. انقطعت أخبار الجيش تماما عن العالم من بعد مغادرتهم واحة الخرجة، وبقى قمبيز مستني في طيبة الرسول اللي مش هيجي أبدا، والسر اللي هيفضل مدفون لآلاف السنين بدأ يتشكل وسط العواصف اللي كانت بتطبخها وتحضرها الصحراء ليهم. الصحراء كانت بترسم ليهم فخ من الهدوء والسكينة والسراب، فخ ما بيقعش فيه غير اللي فاكر نفسه إله على الأرض، أو اللي فاكر إن العدد والعدة هم اللي بيحموا الإنسان من غضب الطبيعة لما تقرر تنتقم. 50,000 جندي، 50,000 راجل بكل أحلامهم ومخاوفهم دخلوا في جوف الصحراء الغربية، ومحدش فيهم كان متخيل إن دي آخر مرة هيشوفوا فيها خيالهم على الرمل، أو إنهم هيتحولوا لأشباح بتحرس المكان للأبد. بعد ما ساب جيش قمبيز واحة الخرجة بدأت الأرض تتغير تحت رجليهم بشكل مخيف. الرمل ما بقاش مجرد تراب، لا ده بقى بحر حقيقي، بحر رمال. كل ما تدوس فيه خطوة بيسحب رجلك لتحت كأنه عايز يبلعك حي. والحرارة بدأت تعلى لدرجة ان الدروع البرونزية والحديدية اللي شايلينها تحولت لأفران بتحرق جلودهم. كان الجيش بيتحرك في طوابير طويلة جدا بتشبه يعني التعابين العملاقة في الصحراء، بس الهدوء اللي كان حواليهم كان مرعب. مفيش صوت طيور، مفيش حس لحيوان، فقط صوت نهجان 50,000 راجل وضربات حوافر الخيل والجمال اللي بدأت تنهج هي كمان من التعب والعطش. والسراب بدأ يلعب بعقولهم ويوريهم واحات وهمية في كل مكان حواليهم. القادة الفرس كانوا بيحاولوا يحافظوا على النظام، بس البوصلة في المكان ده كانت بتضيع. الصحراء الغربية في المنطقة دي عبارة عن متاهة من التلال الرملية اللي شكلها بيتغير مع كل هبة ريح. والجنود بدأوا يحسوا انهم بيلفوا حوالين نفسهم، وان سيوة اللي كانوا فاكرينها على بعد ايام بقت حلم بعيد وصعب المنال. المية بدأت تنقص بشكل مرعب، والجندي اللي كان بيشرب قربة في اليوم بقى بيشرب بق واحد بالعافية. الخناقات بدأت تقوم بين الجنود على نقطة مية، والروح المعنوية اللي كانت في السماء وقعت وقت الخروج من طيبة
نزلت لسابع أرض، وبقى في همس بين الصفوف إن لعنة آمون بدأت تشتغل فعلا، وإنهم مش هيشوفوا بيوتهم تاني. وفي اليوم الثالث من دخولهم بحر الرمال بدأت العواصف الرملية الصغيرة تهب عليهم وكانت بتعمي عيونهم وبتسد مناخيرهم، والجمال بدأت تبرك في مكانها وترفض إنها تقوم، والجنود كانوا بيضطروا إنهم يسيبوا العتاد التقيل والأكل عشان يقدروا يشيلوا نفسهم. وبقت الصحراء مفروشة بسيوف ودروع فارسية غالية رماها أصحابها عشان يهربوا من الموت. الخوف بدأ يتسرب لقلب القائد الفارسي نفسه، كان بيبص في الخريطة ويلاقي إن المسافات مش منطقية، إن الرياح الجنوبية بدأت تصفر بصوت بيشبه العويل، وكأن الجبل بيصرخ في وشهم وبيقول لهم ارجعوا. بس الرجوع كان أصعب من تكملة الطريق نفسه، لأن الطريق اللي ماشوا فيه اتمسح وراهم بفعل الهوى، وبقوا محبوسين في دايرة مفرغة من الرمال. الليل في الصحراء كان كابوس تاني، البرد كان بينخر في عظمهم بعد حرارة الصيف القاتلة، والجنود كانوا بيسمعوا أصوات غريبة طالعة من الرمل. في اللي قال دي أصوات جن الصحراء، وفي اللي قال دي أرواح المصريين اللي ماتوا هنا. الرعب النفسي خلى جنود كتير يتجنوا ويبدأوا يجروا في اتجاهات غلط لحد ما يختفوا وسط الضلمة ومحدش يسمع عنهم تاني. 50,000 جندي ما بقوش جيش فاتح، بقوا بالظبط جماعة هربانة من مصير مجهول لمصير مجهول. بس القدر كان لسه شايل لهم المفاجأة الكبرى، لأنهم دخلوا في منطقة بتعتبر عنق الزجاجة في الصحراء الغربية، منطقة لو الريح فيها هاجت مفيش قوة على وجه الأرض تقدر توقفها، والرمال بدأت تعلى وتعلى لحد ما غطت ركبهم وهم لسه بيحاولوا يمشوا. كانوا بيشوفوا سحب سوداء وطويلة بدأت تظهر في الأفق من ناحية الجنوب، سحب مش شايلة مطر، لا دي كانت شايلة نهاية العالم بالنسبة لهم. الرياح بدأت تزيد سرعتها بشكل جنوني، وحبيبات الرمل بدأت تخبط في وشوشهم زي الرصاص، والخيول بدأت تصرخ من الألم، والجو بدأ لونه يتحول للبرتقالي الغامق، كأن السماء بتتحرق فوق رؤوسهم. في اللحظة دي الكل أدرك إنهم مش في رحلة عسكرية، هم في مذبحة مع الطبيعة، وإن 50,000 راجل اللي كان قمبيز بعتهم عشان يهدوا معبد آمون بسيوة بقوا محتاجين معجزة عشان يفضلوا عايشين لنهاية اليوم. بس الصحراء ما بتديش معجزات لحد، خصوصا لو كان جاي يتحدى آمون في عقر داره. والرمال بدأت تستعد عشان تكتب الفصل الأخير في حياة الجيش المفقود. انتهى اليوم والجيش كله في حالة ذهول وشلل تام، مفيش حد عارف يروح فين والضلمة نزلت ومعاها ريحة الموت اللي بدأت تفوح من كل مكان، والصمت اللي كان مرعب في البداية تحول لزئير عاصفة جاية من بعيد، عاصفة ما بيتفرقش بين ملك وجندي ولا بين قوي وضعيف. وبدأ العد التنازلي للحظة اللي التاريخ هيمسح فيها اسمهم من السجلات. في عز الظهر الشمس اللي كانت بتحرق الرمل اختفت فجأة ورا ستارة لونها أحمر دموي. الجو بقى تقيل لدرجة ان الجنود ما بقوش عارفين يتنفسوا، وكأن الأكسجين اتسحب من المكان وحل محله غبار خانق. وفجأة هبت ريح السموم الجنوبية العاتية، ريح مش زي اللي تعرفها اللي بتهز الشجر، لا دي كانت بتنحت في الجبال وبتهد أي حاجة تقف قدامها. 50,000 جندي شافوا قدامهم جدار من الرمل واصل للسماء، جدار بيجري ناحيتهم بسرعة رهيبة، وصوت زئير يخلي القلوب تقف من الرعب. ما كانش في مكان يستخبوا فيه، الصحراء كانت مكشوفة ومفيش فيها غير الرمل اللي بدأ يتحول لأمواج حية بتغرق كل اللي تحتها. وفي ثواني اتحول النهار لضلمة كحل، وما بقاش الجندي شايف ايده اللي ماسك بيها سيفه، وبدأت الصرخة الأخيرة تعلو وسط العاصفة. بس الريح كانت بتمتص الأصوات وتدفنها. الجنود حاولوا يغطوا وشوشهم بملابسهم، بس الرمال كانت
أنعم مما تتخيل وقوية لدرجة إن الرمل كان بيخترق القماش ويسد المسام والمناخير، والخيول بدأت تنهار وتموت وهي واقفة من كتر ما الرمال سدت مجرى تنفسها، والجمال اللي هي سفينة الصحراء المفروض بركت واستسلمت للموت وهي شايلة أحمالها وعتادها. الرمل بدأ يتراكم فوق رؤوسهم وهم صحيين، يعني كل ما حد يحاول يشيل الرمل عن نفسه يجيله طن رمل تاني يعني يكبسه ويغطيه. الجيش اللي كان مرصوص بنظام اتحول لكتل من البشر بتخبط في بعضها في الضلمة، والكل بيصرخ آمون آمون، وكأنهم افتكروا اللعنة اللي استهزأوا واللي استهتروا بيها في البداية. فتنة بكل زمن، بس الوقت كان فات والصحراء كانت أخذت قرارها النهائي بمسحهم من الوجود. تخيل المشهد يا كينج، 50,000 جندي بنخبة فرسانهم وقادتهم بقوا أسرى تحت جبال من الرمل بتعلى فوقهم كل دقيقة. الرمل دخل في عيونهم وفي ودانهم وفي دروعهم اللي بقت تقيلة وبتسحبهم لتحت. القائد الفارسي حاول يدي أوامر بس صوته كان بيضيع في وسط العواء المرعب للريح اللي كانت بتلف حواليهم وكأنها يعني بتعمل كفن رملي لكل واحد فيهم في مكانه. استمرت العاصفة لساعات طويلة، ساعات كانت كفيلة انها تغير تضاريس المكان بالكامل. الوديان اتمسحت والتلال اتمسحت واتبنت مكانها جبال رملية جديدة مقدسة بتخبي سر 50,000 جندي. وبمجرد ما الريح هدت والشمس بدأت تظهر تاني كانت الصحراء فاضية تماما، مفيش خيمة، مفيش جندي، مفيش حتى صوت وجع، هو بس صوت سكوت مريب بيغطي مساحات شاسعة من الأرض. الجيش اختفى بلا أثر وكأن الأرض انشقت وبلعتهم، ده حرفيا، أو كأن ما كانوش موجودين أصلا. مفيش ناجي واحد رجع لطيبة يحكي لقمبيز اللي حصل، ومفيش حد قدر يوصل لسيوة عشان يكمل المهمة. 50,000 جندي تحولوا لذكرى مرعبة بتطارد أي حد يفكر يتحدى الصحراء، وبقى جيش أشباح محبوس تحت أطنان من الرمال المتحركة اللي ما بتخنش سرها. هيرودوت لما حكى القصة دي قال إن الجيش كان بيفطر لما العاصفة هجمت عليه، وده بيوريك إن الموت جه في لحظة غفلة، لحظة كان فيها الجندي فاكر انه اقوى من الرمال، وبقت معداتهم واسلحتهم وذهبهم كنز مدفون ومحروس بلعنة الآلهة وغضب الطبيعة، وسابوا وراهم لغز فضل يحير البشرية اكتر من 2500 سنة ومحدش عرف يوصل ليهم رغم كل التطور التكنولوجي. مرت السنين والسنون والقرون وقصة جيش قمبيز بقت زي الأسطورة اللي الجد بيحكيها لحفيده، بس في راجل واحد قرر يوثق الكلام ده، وهو المؤرخ اليوناني هيرودوت اللي سافر مصر بعد الحادثة بحوالي 75 سنة وسمع من المصريين حكايات تشيب، يعني عن جيش دخل الرمل ومخرجش، وعن عواصف بتشيل جبال وتحطها. ومن هنا بدأ العالم يسمع عن لعنة قمبيز. في العصور الحديثة الموضوع ما بقاش مجرد حكاية، لا ده بقى تحدي بقى لعلماء الآثار والمستكشفين يعني من كل جنسية في العالم. الكل كان بيسأل فين 50,000 خوذة، فين الدروع البرونزية اللي ما بتصديش يعني بسهولة. وبدأت بعثات استكشافية تدخل بحر الرمال الأعظم وهي مجهزة بأحدث الأجهزة، بس الصحراء كانت دايما بتبهرهم برد فعلها. فكل ما بيوصلوا لمكان يشكوا فيه تهب عاصفة يعني تداري كل الخيوط من جديد. ومن أشهر اللي حاولوا يحلوا اللغز ده كان المستكشف لازلو ألماشي اللي اتعملت عنه شخصية فيلم المريض الإنجليزي. الطيار ده قضى سنين في الثلاثينات بيدور في الدروب المنسية بين واحات الصحراء الغربية، وكان مقتنع ان الجيش مستحيل يكون ماشي في الطريق التقليدي، وانه اكيد حاول يختصر المسافة ووقع في فخ رملي ملوش مخرج. بس الماشي مات هو كمان والسر لسه مدفون تحت الرمال. العلماء
والجيولوجيين بدأوا يحللوا صور الأقمار الصناعية والرادارات اللي بتخترق الأرض، وكانوا بيدوروا على أي شذوذ مغناطيسي ممكن يعني يدل على وجود كتل معدنية زي السيوف والدروع. وفعلا ظهرت نقط كتير في الخريطة، خريطة المسح. بس لما البعثات كانت بتروح على الأرض كانت بتلاقي صخور بركانية مش أكتر، وكأن الصحراء يعني بتلعب معاهم استغماية وبتضحك على التكنولوجيا بتاعتهم. الإحباط بدأ يتسرب للباحثين، وطلعت نظريات تانية بتقول ان هيرودوت اصلا كان بيبالغ، وان الجيش يمكن يكون تاه ورجع تاني لفارس في سكات من غير ما حد ما يعرف، او انهم اتقتلوا في معركة تانية والفرس ألفوا قصة العاصفة دي عشان يداروا على خيبتهم وهزيمتهم النكراء. بس الوجدان الشعبي المصري والقصص المتواترة كانت بتأكد ان الرملة بلعتهم، وان في كنوز فارسية لسه مستنية اللي يلاقيها. في سنة 1996 في بعثة إيطالية قالت إنها لقت بقايا خشبية وفخار فارسي بالقرب من واحد سيوة، والخبر ده هز الدنيا، والناس افتكرت إن اللغز ده خلاص اتحل. بس لما دققوا في الآثار اكتشفوا إنها بترجع لعصر أحدث بكتير من عصر قمبيز، ورجع المستكشفين لنقطة الصفر من تاني، وبقت الصحراء الغربية بتلقب بمقبرة المستكشفين زي ما كانت مقبرة الجنود. السر في فشل كل المحاولات دي كان التحرك المستمر للكثبان الرملية. الكثيب الرملي في المنطقة دي ممكن بيتحرك مسافة 10 متر في السنة، وده معناه ان الجيش لو كان مدفون على عمق بسيط في عصر قمبيز فهو دلوقتي ممكن يكون تحت جبل ارتفاعه 100 متر، او ان مكانه اتغير تماما بفعل الزمن، وده اللي خلى المهمة شبه مستحيلة لأي بشري. رغم كده الشغف ما انطفاش يعني، وبقت حكاية الجيش المفقود هي الوقود اللي بيحرك المغامرين، وبقت يعني صور الخوذات الفارسية المزعومة بتتباع في السوق السوداء للآثار بأسعار خيالية، والكل بيدور على الخيط اللي يوصلوا ل50,000 هيكل عظمي لسه لابسين دروعهم ومستنيين اللحظة اللي الشمس تلمس فيها عظمهم بعد آلاف السنين من الضلمة. في سنة 2009 الدنيا اتقلبت وما قعدتش لما طلع الأخوان الإيطاليان أنجيلو وألفريدو كاستيجيليوني، ودول علماء آثار ومستكشفين تقال على فكرة، يعني أصدروا فيلم كمان وثائقي بخصوص الموضوع، وتقرير بيقول إنهم لقوا بقايا جيش قمبيز أخيرا والحمد لله رب العالمين. الخبر نزل زي الصاعقة على الأوساط العلمية، والكل حبس أنفاسه خلاص وهو بيشوف بقى الصور اللي البعثة الإيطالية نشرتها من قلب منطقة نائية في الصحراء الغربية المصرية. البعثة قالت إنها لقت مئات العظام البشرية متناثرة في مساحة محددة، والأهم من العظام إنهم لقوا أدوات عسكرية فارسية أصيلة زي رؤوس سهام برونزية وقطع من لجام الخيل وحلقان من الذهب بترجع للطراز الفارسي اللي كان منتشر في القرن السادس قبل الميلاد. وده كان أول دليل مادي ملموس يقول إن القصة مش مجرد أسطورة من تأليف هيرودوت، بل حدث تاريخي حقيقي. يعني المستكشفين الإيطاليين فسروا اللي حصل بإن الجيش ما كانش بيمشي في الطريق اللي الناس فاكراه، يعني هم استخدموا ممرات سرية بين الواحات عشان يتجنبوا رصد العيون، لكنهم وقعوا في كمين طبيعي عند صخرة ضخمة كانوا بيحاولوا يستخبوا وراها من الريح. الصخرة دي بدل ما تحميهم كانت هي السبب في ان الرمل بيتراكم فوق رؤوسهم بسرعة ويخنقهم وهم في مكانهم. لكن يا كينج زي ما احنا متعودين في قصص الغموض، المجلس الأعلى للآثار في مصر وقتها كان ليه رأي تاني خالص، وشكك في الاكتشاف ده وقال إن العظام ممكن تكون لتجار أو قوافل تاهت في العصور الوسطى، وإن الأدوات دي مش كفاية لإثبات إن ده جيش كامل مكون من 50,000 جندي. ورجع الجدل تاني يشتعل بين مؤيد ومعارض، والسر رجع يتأرجح بين الحقيقة والخيال. العلماء اللي كملوا البحث بعد كده استخدموا تقنيات تحليل الحمض النووي للعظام اللي لقوها، والنتائج كانت مذهلة لأنها أثبتت أن أصول الناس دي مش مصرية، وإنهم جايين من منطقة الهضبة الإيرانية الفارسية. وده
رجح كفة انهم فعلا يعني جزء او من ضمن جنود قمبيز. بس المشكلة ان اللي تم العثور عليه كان بقايا قليلة جدا بالنسبة لعدد 50,000 جندي، وده خلى البعض يقول ان الجيش اتشتت في العاصفة والرمال دفنتهم في اماكن متفرقة. النظرية الاحدث والمنطقية بتقول ان الجيش فعلا واجه العاصفة، بس اللي ماتوا في ضربة واحدة كانوا هم القادة والقلب الصلب للجيش، والباقي تاهوا في الصحراء وتشتتوا وماتوا من العطش فرادى. وعشان كده مفيش مقبرة جماعية واحدة بتضم 50,000، بل هم متوزعين يعني كأشباح في مساحات آلاف الكيلومترات المربعة، وكل شوية الرمل هيكشف لنا عن واحد منهم. النهاردة كيج انت لو قررت تروح لبحر الرمال الأعظم هتحس ان المكان لسه تقيل وريحته فيها غموض. العلماء لسه بيحلموا باليوم اللي يلاقوا فيه خزنة الملك أو خيمة القائد كاملة تحت الرمل، والجيولوجيين بيقولوا إن التغير المناخي والرياح ممكن في يوم من الأيام تكنس الرمل عن الحقيقة الكاملة وتورينا الجيش وهو واقف بطوابيره كأنه متجمد في الزمن. قصة جيش قمبيز هتفضل هي اللعنة اللي بتطارد كل واحد فاكر انه يقدر يطوع الطبيعة لمصلحته، وهتفضل رمال سيوة والخرجة بتحرس اعظم اختفاء في التاريخ العسكري، وكل عظمة بتطلع من تحت الرمل هي رسالة من الماضي بتقول لنا ان الصحراء ما بتمسحش التاريخ، بل هي يعني بتخبيه لحد ما يجي اللي يستحق انه يعرفه. الغرور هو مقبرة العبقرية. الملك قمبيز كان قائد عظيم، بس غروره خلاه يفتكر انه اقوى من جغرافيا الارض. الدرس هنا انك مهما كنت قوي لازم تحترم القواعد الطبيعية والبيئة اللي بتتحرك فيها، لان التحدي الاعمى للطبيعة دايما نهايته مأساوية، وما بيكسبش فيه غير الرمل. اللوجستيات هي العمود الفقري لأي نجاح. يعني الجيش الفارسي ما كانش ناقصه شجاعة ولا سلاح، تمام، هو بس كان ناقصه تأمين لمصادر المية وفهم لتقلبات الجو. الدرس ان اي مشروع ضخم او رحلة في حياتك لازم تكون مؤمنة من الاساسيات، لان التفاصيل الصغيرة زي بق المية ممكن تكون هي الفرق بين الحياة والموت. استشارة اهل الارض واجبة. قمبيز تجاهل خبرة المصريين في صحرائهم ودخل بعنجهية الفاتح. وهنا بنتعلم انك يعني لما تدخل مجال جديد او مكان ما تعرفوش لازم تسمع لأهله وتفهم منهم الدروب والمخاطر، لان صاحب البيت ادرى باللي مستخبي ورا البيبان. والجهل بالبيئة هي انتحار بطيء. الحقيقة نفسها طويل وما بتضيعش رغم مرور 2500 سنة. لسه العالم بيدور على الحقيقة، وده بيعلمنا ان الظلم او الجريمة او حتى الحادثة الكبيرة مستحيل تفضل مستخبية للأبد. الزمن كفيل انه يطلع الأدلة واحد ورا التاني، والحقيقة زي المية لازم تلاقي خرم تخرج منه في الآخر. العاصفة سموم تذكير يعني لينا بضعف الإنسان، وده بيعلمنا التواضع. يعني فالجيش اللي كان بيهز عروش الملوك انكسر قدام شوية هوا ورمل، وده تذكير لينا كبشر اننا مهما امتلكنا من تكنولوجيا وقوة بنفضل كائنات ضعيفة قدام غضب الطبيعة، وان رحمة وحلم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حمينا مش قوتنا المحدودة. قيمة التوثيق التاريخي، يعني لولا توثيق هيرودوت والناس اللي حكوا القصة كان الجيش ده اتنسى ومحدش عرف عنه حاجة أصلا. فالدرس هنا هو إن الكلمة أقوى من السيف، وإنك لازم توثق تجاربك وقصصك، لأنها هي اللي بتعيش وتلهم الأجيال اللي جاية وتحميهم من إنهم يقعوا في نفس الغلط اللي انت وقعت فيه. اللعنة هي مجرد نتيجة للجهل. الناس سموها لعنة أمون، بس الحقيقة إنها كانت نتيجة للقرارات الغلط. وده معناها يعني إننا ما نرميش فشلنا على القدر أو اللعنات وإحنا ما خدناش بالأسباب أصلا. قمبيز هو اللي لعن جيشه بقرار خاطئ، والصحراء كانت مجرد منفذ لنتيجة الجهل ده. وبس كده. بشكرك انك وصلت لغايه هنا، وعلى فكره ممكن في التعليقات ترشح لي قصص وموضوعات حابب تعرف عنها. اتاكد انك ضغطت لايك وفعلت الجرس عشان يوصل لك اشعار بالقصه الجديده هنا في الموسيون قصه. انا محمد سعد الله، والى اللقاء.